نظمت شركة الحزم للصرافة وشبكة حزم تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ورشة عمل تدريبية بحضور رئيس جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع السادة والمدير العام لشركة الحزم للصرافة خالد الحزمي. انطلاقا من مبادئ وقيم شركة الحزم للصرافة وبالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، نظمت شركة الحزم للصرافة وشبكة حزم تحويل ورشة العمل التدريبية بخصوص أهم التوصيات الخاصة بالمنشور رقم 6 لعام 2021 وتعديلاته الصادرة من البنك المركزي اليمني لوكلاء شبكة حزم تحويل وموظفي شركة الحزم للصرافة. نشكر شركة الحزم للصرافة وشبكة حزم تحويل للقيام بمثل هذه الدورات التدريبية، وكذلك ورشة العمل الخاصة بأهم التوصيات منشور البنك المركزي اليمني رقم 6 لعام 2021، والذي من أهم بنوده استكمال بيانات المستلم والمرسل في الحوالة. كما نشجع كافة الشركات للقيام بمثل هذه الدورات التدريبية. شكرا. شبكة حزم تحويل تهتم بتأهيل وكلائها في الخدمات الداخلية والدولية بهدف تعزيز النظرة الإيجابية لدى الشركات العالمية العاملة في الجمهورية اليمنية، وهو منهج تمثل في عقد دورات لها دور إيجابي في نشر ثقافة الالتزام لدى وكلاء شبكة حزم تحويل. حبيت أن أشكر شبكة حزم تحويل لإقامة مثل هذه الدورات والفعاليات لتوعية أغلب الصرافين أو وكلاءها لكي لا يقعوا في أخطاء التحويلات. أخطاء التحويلات المالية كثيرة. نشكرهم على هذه الدورة التدريبية والفعالية، ونتمنى أن يحذو بقية شبكات الصرافة حذوهم في إقامة دورات وفعاليات لتوعية الصرافين من الوقوع في أخطاء قد تكون كارثية. نشكر شركة الحزم على وجه الخصوص، ونشكر البنك المركزي على اهتمامه بهذا القطاع الذي يعتبر الأساس في تنظيم أمور السياسة النقدية في البلد. المشاركون في ورشة العمل التدريبية شكروا شركة الحزم للصرافة وشبكة حزم تحويل على ما تبذله من جهود في مجال التدريب لتجنب الأخطاء وتنظيم التحويلات المالية واستكمال البيانات التي تعد جزءا من سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ختام الورشة التي استمرت 3 أيام كرمت شركة الحزم للصرافة المشاركين من موظفي الشركة والوكلاء. محمد العنتري، اليمن اليوم.